بنتي يبقوا متنمرين احسن قوي ما حد يتنمر بيهم. واحده من الاسئله والكومنتس الكتيره اللي بنسمعها ليها علاقه بالموضوع ده. الحقيقه ولا عايزه اولادي يكونوا متنمرين ولا بيحصل لهم تنمر ولا كمان بيكونوا الطرف الثالث اللي واقف في الموقف ما بيعملش حاجه. بنعلم ولادنا اساسيات ليها علاقه بالتنمر. اول حاجه لما بتضحك لوحدك، لما بتتريق بتهزر على الشخص، هو ده التنمر. انك كل ما تشوفه تتريق عليه، تتريق على شكله، على شعره، على منظره، على طوله، على اسره، اي حاجه ليها علاقه بانك بتقلل منه. غير الهزار، احنا مش بنهزر على بعض، احنا بنهزر مع بعض. تاني حاجه لازم اعلمه لما اشوف دوت في المدرسه او في النادي او مع الاصحاب او مع القرايب، يتصرف ازاي، يقف لنفسه ازاي، يدافع عن نفسه ازاي. وعندنا 3 انواع او 3 اشخاص وافراد بيكونوا موجودين في موقف التنمر: اللي بيتنمر، اللي بيحصل له تنمر او اللي بيقع عليه التنمر، او اللي بيتفرج. المتنمر عاده يا بيحصل معاه ده في البيت فبيقلده، او لما عملها مره في الفصل كل الفصل مات على روحه من الضحك فابتدى يحس انها طريقه لذيذه. اللي بيتعرض هو الشخص غالبا المستضعف اللي بيستقبل ده وبيسكت وما بيتكلمش، واللي بيتفرجوا هم محتارين، يا اما مش قادرين يواجهوا قوي اللي بيتنمر او مش عارفين يدافعوا عن اللي بيتنمروا بيحصل له تنمر. في الحقيقه واحده من الحاجات الكبيره والمشاكل الكبيره اللي حاصله في المدارس الوقت ده هو التنمر، وعشان كده لازم نطلع بحلول. كنا مدرسين او اهالي واعيين لدوت لازم نحلها. ابني المتنمر محتاجه اتكلم معاه ان دي حاجه بتفقده اصحابه، ولو بتضحك النهارده مش بتضحك بكره. ابني او بنتي اللي بيتعرضوا للتنمر محتاجه اعلمهم عن طريق رول بلاي، بمثل معاهم لما يتعرضوا للموقف يردوا ازاي. وثالث طرف او ثالث فرد بيبقى موجود في الموقف اللي بيسكت، اللي محتاج ده اكيد اقول له لو شفت حاجه زي كده ما تسكتش عليها. ابني او بنتي جم قالوا لي انه بيتعرضوا لموقف تنمر في المدرسه او في النادي، اعمل ايه؟ 1، لازم اسمع منه كل اللي بيحصل وبيحصل ازاي وبقاله قد ايه بيحصل، ومجموعه ولا فرد، اعرف كل داينامكس اللي ورا الموقف اللي بيتعرض له او بتتعرض له بنتي. 2، لازم اعرف المكان. 3 حاجه بساله اتصرف ازاي. لو ابني او بنتي تحت سن ال7 سنين غير خالص لما يبقى فوق ال8 سنين. تحت ال7 سنين انا ممكن اناقشه واكلمه وافكر معاه واشجعه يروح يتكلم، وممكن اروح اتكلم في المدرسه. بس فوق 8 9 سنين ما اقدرش اروح. لما بروح المدرسه انا بزود التنمر اللي ممكن يتعرض له. تحت 7 سنين انا محتاج افهم المدرسه او النادي يتصرف ازاي. احيانا كتير قوي بنسمع عن قصص ليها علاقه بالمدربين بيتنمروا بالاطفال كنوع من انواع التشجيع، او المدرس او الاصحاب. لازم اقفل الدايره مع اولادي. بعرف ان في تنمر بيحصل، بروح اتكلم في المكان اللي مسؤول واشتكي واطلب حل على طول يتصرفوا فيه. 3 حاجه بتاكد انه دوت بيساتسفاي ابني، بيشبعه او بيطمنه او بيريحه ان السايكل بتاعت العنف دي وقفت. ما ينفعش اسمع القصه واكمل اتريق، ما ينفعش اسمع القصه اقول يا شيخ روح هي دي يعني اللي حزت في نفسيتك، ما ينفعش اسمع قصه منها ولد او بنت طبعا لانه الاثنين بيتعرضوا وابقى بتجاهلها واقول معلش بكره يبطلوا، دول اصحابك من زمان ما تتكلمش كده عليهم. لازم اخد حق ابني او بنتي بطريقه هاديه واعلمه عن طريق رد فعلي ازاي يتصرف صح وما يسكتش عن حقه. بخاف ابني او بنتي يبقى اضعف قوي من انه يدافع عن نفسه لو تعرض لتنمر. عايزه اقول لكم حاجه مهمه قوي في النقطه دي، انه صوره ابني او بنتي الذاتيه او صورتهم عن نفسهم بيستمدوها مننا احنا. لو احنا شايفينهم اقل، لو احنا شايفينهم مش كويسين، لو احنا شايفينهم او بنعلق على جسمهم، شكلهم، شعرهم، لونهم، اي حاجه، دي حاجه بتنعكس عليهم. واحده من الحاجات اللي مهمه قوي دور من ادواري كأم واب هو ان انا بمكن بناتي واولادي. انت حلو دايما، انت حلو مش عشان بتعمل حاجات حلوه، وانت مش وحش عشان بتعمل حاجات وحشه. يا بيطلع منك حاجه صح يا بيطلع منك حاجه غلط، مفيش مشكله، بس انت كانسان كبني ادم في كل الاحوال حلو ومحبوب زي ما انت، وغالي قوي 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 قوي. دي حاجه ما نختلفش عليها. واحده من المشاكل اللي بيواجهوها اولادنا وبناتنا هم ان انا بتريق عليهم. انا بقول له انت تخين فعلا، ما انت فعلا رزله، ما انت فعلا مش لذيذ، ما انت فعلا اتم. واحيانا بقى نضيف فنقول له اصلك رزل زي خالك، اصلك غلسه زي عمتك. فكل ده بيأثر على اولادنا وبناتنا وعلى الصوره اللي هم بيشوفوا بيها نفسهم. فطبيعي لما بيتعرضوا لموقف تنمر مش بيعرفوا يدافعوا عن نفسهم، لانه مش بيلاقونا احنا اصلا موجودين ندافع عنهم. لو سمحتوا شجعوهم ودعموهم واسندوهم، ودايما قولوا لهم كلام ايجابي حقيقي صادق طالع من قلبكم، لان هو ده الحاجه الهويه اللي بتقف قدام لما يتعرضوا لتنمر ويخليهم يعرفوا يدافعوا عن نفسهم لو اتعرضوا له.